بتبدأ الحكاية وأنا عمري 19 سنة. بيتقدم لي شاب اسمه محمد أنا كنت عارفاه من أولى إعدادي، لكن ما كانش فيه بيني وبينه أي كلام، كل اللي كان بينا استلطاف مش أكتر. بتمر الأيام وأول ما بيبقى عمري 19 سنة بيجي علشان يخطبني. بعد ما محمد جه هو ووالدته طلبوني للجواز، بابا قعد معايا وقال لي محمد شاب جميل ومحترم ومهذب، لكن في مشكلة واحدة بس، ودي حاجة تخصك انتي، يعني من حقك تقولي هتقدري تكملي او لا مش هقدر اكمل. قلت له ايه هي يا بابا؟ قال لي زي ما انتي شايفة حالتنا المادية فوق الممتازة الحمد لله، عمرك طلبتي حاجة وما جبتها لكيش؟ قلت له لا يا بابا، انا لما نفسي بتروح لحاجة بتجيبها لي من قبل ما اطلبها. قال لي طيب محمد مستواه المادي تحت الصفر والدخل بتاعه معدوم، لسه شاب في بداية حياته عمره 22 سنة وانتي عمرك 19 سنة، ممكن تستني شوية يمكن ربنا يبعتلك حد مناسب ليكي اكتر. قلت له يا بابا طيب ليه؟ هو انت يعني باصص ان هو فقير ومش معاه؟ قال لي يا حبيبة قلبي، انا لو باصص لحاجة زي دي فانا باصص عليها علشانك انتي. لما البنت تكون مترفهة في بيت ابوها وتتجوز واحد مستواه المادي اقل من بيت ابوها مش هتقدر تعيش معاه، وبالتالي هتحس بفرق كبير ما بين بيت ابوها وبيت جوزها، وده للأسف بيسبب مشاكل كتير جدا. علشان كده بيفضل ان البنت تاخد شاب مستواه المادي احسن من مستوى المادي بتاع اهلها. قلت له بس انا يا بابا ما بيهمنيش الحاجات دي. قال لي انت متأكدة يا رؤية؟ قلت له ايوه متأكدة. قال لي طيب صلي استخارة وردي عليا. قلت له حاضر، وفعلا صليت استخارة وقمت مرتاحة. بتمر الايام ومحمد ومامته بيجوا تاني وبابا بيقول لهم اننا موافقين. بيني وبينكم كده انا الوحيده اللي في البيت كنت موافقه، امي كانت رافضه وبشده، وابويا كان بيقول لي اللي انتي عاوزاه لان الجواز مش بالغصب. كنت دايما لما اتكلم مع بابا يقول لي انا ولا اقدر اقول لك اتجوزي ده بالعافيه ولا اقدر امنعك تتجوزي اللي انتي عاوزاه. انا كل اللي عليا عملته، قلت لك يا بنت الحلال ده مستوى المادي واحد اتنين تلاتة والعيوب اللي فيه واحد اتنين تلاتة وانتي اخترتي، علشان ما تجيش في يوم من الايام تلوميني او تقولي لي يا بابا انت ليه ما وعدتنيش. اما بقى بالنسبه لامي فهي زيها زي اي ام، كانت عايزاه لي احسن حاجه في الدنيا، يعني عايزاني اعيش مرتاحه اتجوز واحد ميسور الحال علشان لما نفسي تروح لحاجه يعرف يجيبها لي. لكن انا ما فرقش معايا اي حاجه من الحاجات دي، كنت حبيت محمد من اول نظره وخلاص عايزه اكمل معاه بقيه حياتي. بابا بيتفق مع محمد على كل حاجه، ومحمد من الاول كان صريح، قال له انا هعيش في بيت عيلة، الشقة بتاعتي مكونة من اوضة وصالة وحمام ومطبخ، يعني شقة صغيرة جدا. وقال له كمان انه مش هيقدر يجيب شبكة كبيرة مع ان في الوقت ده الشبكة كانت رخيصة جدا، لكن هو قال لبابا انه مش هيقدر يجيب غير دبلة واحدة علشان يقدر يكمل تشطيب في الشقة. وبابا وافق على كل ده. بعد ما محمد ومامته مشيوا بابا دخل واتكلم معايا لتاني مرة، قال لي رؤية انتي مش بنتي الوحيدة، وفي اتنين قبلك اتجوزوا، وانت شايفة شبكة اخواتك كانت عاملة ازاي وافراحهم اتعملت فين. انا مش عاوزك في يوم تحسي انك قليلة ولا تقولي اشمعنى اخواتي. مش ناوية تغيري رأيك عن الخطوة دي؟ قلت له لا يا بابا، انا صليت استخارة ومرتاحة. قال لي من الاخر انت بتحبيه والحب مرايته عامية، ربنا يصلح حالك وان شاء الله محمد يخيب ظني ويبقى احسن واحد في جوازات بناتي كلهم. وخد بعضه وخرج، وطبعا امي مسكتني بهدلتني وفضلت تسمعني طول اليوم، لكن انا ما فرقش معايا اي حاجة من اللي كانت بتقولها لاني زي ما قلت لكم في الاول حبيت محمد من اول نظرة. الايام بتعدي وبنكتب الكتاب، وبعد ما كنا متفقين اننا نعمل فرح صغير على قدنا لقيت محمد بيقول لي انه مش هيقدر يعمل فرح وانه كفاية يدفع فلوس للكوافيرة علشان تعمل لي ميك اب. قلت له يا محمد ده المصاريف بسيطة خالص، انت حتى دي مش عايز تعملهولي؟ قال لي بصي يا رؤية انا بحبك جدا وانت عارفة ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك، لكن انت عارفة برضو ان ظروفي صعبة واني مش هقدر ادفع الفلوس دي كلها. قلت له بس انت لسه عامل جمعية. لقيته بيقول لي الجمعية اتصرفت في تشطيب الشقة. قلت له الشقة صغيرة وانت شكلك بتكذب عليا. قال لي بصي كده كده انت بقيتي مراتي، انا يا بنت الحلال الفلوس دي اديتها لامي علشان تجهز اختي، انت عارفه اختي مخطوبه وهتتجوز بعدي. ساعتها انا زعلت لانه فضل اخته عليا، وابويا لما عرف الكلام ده اشترى لي الفستان لانه كان قايل لي ان الفستان مني ليكي هديه، وعمل لي كمان الفرح واتجوزنا.
بتمر الأيام وأنا ومحمد عايشين بسلام ومفيش بينا أي مشاكل. وأول سنة جواز أهلي كانوا بيجيبولي مواسم، والمواسم كانت عبارة عن أكل بقى وشرب وكل حاجة تتخيلوها، وطبعا كانوا بيجيبولي الحاجات دي بكميات كبيرة جدا. كنت بنزل لحماتي وبودي لإخوات جوزي وكمان بملي شقتي. طول السنة دي كنت باكل واشرب أنا وجوزي وأهله من خير أهلي، ربنا يخليهم لي. أول سنة جواز عدت على خير وما حصلش فيها اي حاجة. طبعا احنا عندنا في الارياف اول ما الواحدة بتتجوز بنبقى مستنيين انها تحمل على طول، وده ما حصلش معايا لان مر سنة كاملة وما حصلش اي حمل. والدنيا بقت صعبة قوي معانا لان طبعا السنة خلصت وما بقاش في مواسم بتجيلنا، وما كناش لاقيين ناكل ولا نصرف. مع ان جوزي كان شغال لكن الفلوس اللي كانت بتيجي كانت يدوب بيجيب بيها حاجات لامه ولاخواته. وبقيت كل يوم عايشة على الجبنة والبيض. بناخد بيضتين كل يوم من عند حماتي لان حماتي كان عندها طيور وانا كنت بطلع اكلهم، فكانت كل يوم تديني بيضتين، وجوزي وهو جاي من الشغل يجيب لي علبة جبنة. بقيت كل يوم عايشة على الاكل ده وعمري ما اشتكيت، لكن جسمي نزل وبقى عندي انيميا وضعفت جدا لدرجة ان امي شكت ان انا حامل، ولما رحنا كشفنا الدكتورة قالت فعلا ان انا حامل. ساعتها انا فرحت جدا، لكن ماما قالت لي بقولك ايه، انتي خلاص دلوقتي المفروض تاكلي الاتنين. انتي يا رؤية من يوم ما اتجوزتي وانتي عمالة تخسي، انتي شوية وتختفي وما تبقيش موجودة. انتي لازم تيجي تقعدي عندي فترة حملك. كلمت جوزي واستأذنته، طبعا هو رحب جدا لاني هشيل من عليه هم كبير. بعد ما لقيته وافق خدت بعضي ودخلت لميت هدومي ورحت عند اهلي. في فترة حملي اهلي كانوا متكفلين بكل حاجة، علاج وكشف واكل وشرب، وفي اغلب الوقت كان جوزي بيجي بحاجة ان هو يطمن عليا ويقعد ياكل ويشرب. ابتديت احس من جوايا اني مش مرتاحة واني متضايقة، وافتكرت في الوقت ده كلام بابا ليا وقلت ان فعلا بابا كان عنده حق في كل كلمة قالها، لان كان بيجي عليا ايام نفسي بتروح لحاجات وكنت بتكسف اقول لجوزي عايزة لاني عارفة انه هيقولي ما معيش. فبقيت اقعد مع نفسي كتير وافكر كتير قوي. لما كنت في بيت ابويا اي حاجة كان نفسي فيها بس وكنت اطلبها كانوا يجيبوها لي، لكن طبعا بعد ما اتجوزت بقيت اتكسف اطلب، لان انا اخواتي المتجوزين قبلي عمرهم ما طلبوا اي حاجة من ابويا او امي، ودي حاجة كانت بتزعلني جدا. وانا اصلا عزيزة النفس ما كانش يجيلي عين اطلب حاجة ولا اقل من نفسي. بتعدي شهور الحمل. في الفترة بتاعة الحمل انا فكرت كتير قوي في حياتي مع جوزي، لكن كنت دايما اقول لنفسي اكيد هيتغير، مفيش حد بيفضل على حاله. لكن للأسف جوزي كان بيصدمني فيه كل يوم صدمة أكبر من اللي قبلها. أول ما دخلت في الشهر التاسع جوزي ما بقاش يكلمني ولا يجيلي خالص، ولما كنت اتصل عليه واقول له عايزاك تعالى اقعد معايا شويه يقول لي انا مش فاضي. وطبعا هو اتغير معايا كده لما عرف ان انا حامل في توأم. الدكتور حدد لي ميعاد الولاده، ولاني حالتي كانت صعبه بابا خاف عليا وقرر اني اولد في مستشفى خاصه غاليه جدا، واكيد بابا هو اللي هيدفع حق الولاده. رحت وولدت، ويوم ولادتي كانت اجمل فرحه بالنسبه لي لان ربنا رزقني بالثلاث اولاد. انا ما كنتش مصدقه اصلا. الدكتوره قالت لي ان انا حامل في توأم، كنت فاكره ان هما ولدين، لكن اكتشفنا ان كان في توأم تالت بس كان مستخبي بين اخواته، واصلا الموضوع ده كان من زمان قوي فعلشان كده ما كانش باين، ما كانش لسه فيه تطور زي دلوقتي. بابا رن على جوزي قال له تعالى سجل الاولاد. جوزي جه وسجلهم بعد كلام كتير من بابا، لان جوزي كان عايزني اولد في مستشفى حكومه وبيقول ان ده قد فلوسي. بابا قال له مالكش دعوه انا اللي هدفع الفلوس. لما بابا قال له كده جه وسجل العيال على طول. روحت البيت بعد اسبوع بالظبط من الولاده. جوزي جه وكنت فاكره ان هو جاي يشوفني او يجيب لي هديه حلاوه مولد، لكن لقيته بيصدمني انا واهلي وبيقول لي انه مش هيقدر يكمل علشان انا جبت 3 اولاد وهو مش معاه يصرف علينا، واصلا هو كان بيفكر يطلقني من بدري لكن كان مستني لما اولد علشان نفسيتي. ساعتها انا حسيت اني مرتاحه قوي، لكن كان همي الوحيد ان انا ازاي هشيل مسؤوليه 3 اولاد لوحدي. بابا حاول يصلح الدنيا وقال له طيب انا هفتح لك مشروع وهديلك فلوس، يعني هعمل لك مرتب شهري. لقيت محمد بص لبابا وقال له بجد يا عمي ربنا يخليك، انا ما كنتش اعرف ان في ناس طيبين زيك قوي كده. بصيت لهم وقلت لهم انا اللي مش موافقه. وانت ليه يا بابا تصرف عليه؟ هو مش عنده ايدين ورجلين زي الناس؟ ما يروح يشتغل.
انت كان عندك حق وانا اخترت غلط وعايزة اصلح غلطتي. بابا قال لي يا بنتي استهدي بالله، قلت له لا اله الا الله. صدقني يا بابا ده اول قرار صح اخده في حياتي من يوم ما اتجوزت الكائن ده. وفعلا بابا استجاب لكلامي، لان لقى ان فعلا انا عندي حق وان البني ادم ده مفيش معاه مستقبل. محمد حاول كتير جدا انه يصلح الدنيا، وطبعا ده مش علشان سواد عيوني، ده علشان الفلوس والعرض اللي بابا عرضه عليه. بس خلاص انا بالنسبة لي كان اتكشف وبانت حقيقته. هو مجرد بني ادم طماع، وانا مجرد بنت عبيطة مشيت ورا المظاهر. شاب جميل وكيوت، وبنت عندها 19 سنة طبيعي يحصل اعجاب، خصوصا انه كان في الرايحة والجاية بيغمز لي. بعد اكتر من قعدة عرفية انفصلنا، وقررت اني خلاص كده هعيش لولادي وابعد خالص عن الجواز والرجالة بلا هم. ولاني من الامهات اللي ما بقدرش ابعد عن عيالي، قررت اني افتح مشروع عند البيت بتاعنا. فتحت سوبر ماركت على قدي. بابا حبيبي ساعدني كتير جدا، هو صاحب الفضل عليا من بعد ربنا. بقيت اشتغل واعمل جمعيات، اعتمدت على نفسي وكبرت ولادي اللي من يوم ما وعيوا على الدنيا وابوهم ما فكرش يشوفهم او حتى يسأل عليهم. وعلى فكرة بعد ما طلقني بشهر واحد اتجوز، ومن اليوم ده واتقطعت اخباره وما بقيناش عارفين عنه اي حاجة ومش عايزين نعرف عنه حاجة. انا دلوقتي عيالي عندهم 17 سنة ما شاء الله. السوبر ماركت الصغير بتاعي ولادي ما شاء الله خلوه 3، كل واحد فتح فرع في مكان مختلف. عايزة اقول لكم ان هم لبسوني دهب وبيحاولوا يعوضوني، بقوا ليا كل حاجة، وانا كمان بقيت ليهم الام والاب، ربنا يخليهم لي ويفرحني بيهم. وكده قصتي خلصت. نصيحة بقى من امنية، الجواز مش دايما وردي، بيبقى فيه يوم حلو ويوم وحش. انصحك بايه بقى؟ لما تتجوزي بلاش تاخدي واحد مستواه المادي اقل من مستواكم المادي، علشان صدقيني مش هتقدري تعيشي ولا تكملي في العلاقة دي حتى لو كان في بينكم حب كبير. لو دخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك. وبما ان الجواز فيه مشاكل، فبلاش بقى تاخدي واحد على قد حاله ما يعرفش يصرف عليكي ولا يجيبلك اللي انتي نفسك فيه، لان صدقيني مفيش حد هيتظلم غير الطفل او الطفلة اللي ربنا هيرزقك بيهم. وانا مش بقول كده لاني وحشة، لكن انا شايفة ان الراجل اللي ما يقدرش يصرف على مراته ويديها مصروف شهري ويجيب لها كل اللي نفسها فيه، يبقى يقعد جنب امه وما يتجوزش احسن. ليه يروح ياخد واحدة من بيت ابوها متدلعة كل اللي عايزاه بيجيلها ويحرمها ويخليها نفسها في كل حاجة؟ واللي يقولك بقى الفلوس مش كل حاجة فيبقى كذاب وبيكذب على نفسه قبل ما بيكذب على الناس. كل حاجة دلوقتي ماشية بالفلوس. يا ريت تختاروا صح يا بنات، مش علشانكم، علشان ولادكم في المستقبل.